هو مين اللي عمل عقود بيع وشراء القصر والمركب؟ مش سامي؟ لما رحت له انت ورحيم مش كان جاهز بالعقود؟ يبقى كان عارف كل حاجه اهو. ما قالكش ليه؟ بلاش. مين نقل شركه امينه لحلمي ورحيم وضغط على اخواتها علشان يتنازلوا عن حقهم؟ لا حاسب. اهل امين ناس طيبين وغلابه، ما كانش عايزين يخش عليهم مال حرام من اصله. انت بتاكل من الكلام ده يا سيد؟ هو في مال حلال الايام دي؟ خلاص سامي باعنا. انا مش عارف انت هادي كده ليه ولا بتتحرك؟ من يوم ما خرج رحيم وانت بتحط عليك وبتلطش لك وما بتعملش اي حاجه. انا مش فاهم فين سيد بتاع زمان؟ لا يا عماد، انا ما بتحطش عليا وانا مش ساكت من اساسه. مش ساكت؟ طب عرفت هشام فين؟ يا حاب عرفت انا بدور على هشام ليه، فهمت؟ هشام ده لو ما لقناهوش مش هنلاقي اي كارت ضغط على رحيم. لازم تتحرك يا سيد. انا في مشكله كبيره انت مش فاهمها. يا عم مشكلة ايه؟ انت هتحاور عليا؟ انت عمال تلاعب رحيم عشان السنيوره. لا ابراهيم عشان السنيوره. مش بقول لك مش عايز تشغل الجيل اللي جوه الجمجمه يا سيد. شحنه الحديد بتاعتي اللي دخلت عن طريق شركه امينه، الشحنه دلوقتي في المخازن، والشركه تحت ايد مين دلوقتي؟ يا نهار طين. فهمت بقى انا ليه بقول لك كده؟ الشحنه دي لو فضلت كل يوم انا بخسر، كل يوم تاخير بخسر، ورحيم ممكن يتلكك لي على اي حاجه عشان يخليني اخسرها كلها. عشان كده لازم نتحرك، لازم نجيب هشام يبقى تحت ايدينا، يبقى معانا اي كارت ضغط على رحيم. تلاش يا عماد، تلاش يا جرع. هشوف يا سيد. ماشي. اهلا محمود بيه، نورتني. ما تطلب لي قهوه مظبوط عشان مصدع. عيني يا باشا. مظبوط يا ابني محمود بيه. امرني. انا عرفت انك رحت لداليا امبارح عشان مسعد. انتوا بترابوني ولا ايه؟ العفو يا احمد بيه، انت فوق مستوى الشبهات. الموضوع كله ان المباحث كانت بتراقب داليا وشافوك هناك، وانا لما جالي التقرير حبيت اجي ابلغك بنفسي. شرفتني ونورتني يا باشا. بص يا احمد بيه، انا عارف ان القضيه دي كانت بتاعتك، ولسبب ما اللي هو صادق سحبها منك، وصدقني انا مش عايز اعرف ايه السبب. كل اللي عايزك تعرفه حاجه مهمه قوي. اعرف ايه يا باشا؟ تعرف ان صفك، وان احترمت اصرارك على تكمله مشوارك مع رحيم واللي يخصوه، واي حاجه تطلبها مني انا تحت امرك. ولاننا في الاول وفي الاخر ظباط وفي نفس المكان، كل اللي هقوله لك انا معاك في اللي انت بتعمله. واللي عمله رحيم فينا من ساعه ما خرج عمر ما في ضابط محترم فينا يقبله على نفسه. وعشان تبقى فاهم، اللي حصل ده بيني وبينك بس، ومفيش مخلوق هيعرفه. وكمل اللي انت بتعمله يا احمد بيه طالما في المصلحه. في مقابل ايه؟ في مقابل القهوه اللي مستنيها وبس. من وانا ملازم صغير يا محمود بيه عمري ما خفت على الكرسي ده. بالعكس، كنت خايف ان واحد مش محترم يجي يقعد مكاني. لو وثقت ان في حد محترم وبيخاف على البلد دي هقوم واقعده مكاني. صدقني يا باشا، انا بحب البلد دي قوي قوي، حتى اكتر من ولادي. دي مصر يا محمود بيه. ها؟ وايه اللي حصل بعد كده؟ مسعد جري واحمد الديب جري وراه، راحت العربيه خبطاه. ومسعد حصل له حاجه؟ مات. وبكده طبعا تبقي فقدتي دليل مهم جدا كان ممكن يعرفك مين اللي عمل فيكي كده. مش مهم، المهم ان انا اللي قتلته يا سمر، ومش هعرف اسامح نفسي. قتلتيه ازاي؟ انت مش قلتي ان العربيه خبطته ومات؟ لولا اني رحت له انا واحمد الديب كان زمان ولسه عايش. برضو انا السبب. يا حبيبتي انت مالكيش اي ذنب في موت مسعد. مسعد البوليس كان بيطارده ومات، يبقى انت السبب في قتله ازاي؟ لان دي مش اول مره اكون السبب في موت حد. ايه؟ طب اهدي.
بصي عيطي وطلعي كل الشحنه اللي جواكي، لما تهدي هنتكلم. ها قولي لي بقى، كنتي سبب في موت مين تاني يا داليا؟ انا تعبانه قوي، مش قادره اتكلم، انا عايزه امشي. داليا استني، مش هينفع تمشي وانت كده. استني يا داليا، داليا. اتش الشومة قوم نام فوق. سيبيني انام هنا بس والنبي. هشام هو انت ليه ما بقتش تحبني زي الاول؟ بسمة سيبيني انام وانا اول ما اصحى احبك زي الاول. ما طبعا بنات وخروجات وسهر، هتحبيني امتى؟ سهر ايه بس؟ انت بس اللي دماغك مسوحاكي وفاكراني بعمل حاجه غلط. فيها ايه يعني لما اسهر مع صحابي حب؟ اسهر بس من غير بنات. يا حبيبتي البنات اللي انت بتتكلمي عنهم دول صحابي والله. ما يعني ما بقاش قاعده زي البتنجانيه هنا كده وانت على طول خارج ومع اصحابك. طب خرجني يعني. اول ما اخد اجازه هخرجك والله العظيم، بس سيبيني والنبي انام دلوقتي. يعني انت كده نمت خلاص؟ خليك نايم. ايوه هات المخده. احمد، تمام ساعتك يا فندم. محمود قال لي ان هو استلم منك ملف رحيم. محمود ظابط شاطر، انا عاوزك تتعاون معاه وتسهل له كل المعلومات. اللي تؤمر بيه ساعتك. تفتكر انا سحبت منك ملف رحيم ليه؟ ها؟ ما تعودناش في شغلنا يا فندم نسال الاسئله دي. ده المفروض، بس عشان انا عارفك كويس، عارف ان جواك 1000 سؤال وسؤال. اللي تشوفه ساعتك برضه يا فندم. الصح والغلط مش انت اللي تحددهم من مكتبك حضرة الظابط، والا كل ظابط في الجهاز بقى يشتغل من دماغه. في حاجات يا فندم مش محتاجه تفكير. لما الواحد يلاقي مجرم بيكبر قدام عينه، يسيبه ولا يرجعه السجن؟ لا، يرجع السجن. بس يرجع امتى ويرجع ازاي؟ ده الفرق بين حد قاعد في مكتبي وحد قاعد في مكتبك. سمي الفرق ده بقى خبرة، سميه رؤية، سميه معرفة، زي ما تسميه سميه. يا باشا انا عمري ما تخطيت حدودي، وعارف بعمل ايه كويس، وبستنى التعليمات امتى. هو انت لو ظابط عادي بالنسبة لي يا احمد كنت صدقت الكلام ده، انما انت ظابط شاطر، والظابط الشاطر يعرف امتى القضية اللي هو بيشتغل عليها هتتحول لطار شخصي. انت عارف ان احنا هنا بنشتغل ب1000 طريقة وطريقة، مفيش ولا واحدة منهم ليها علاقة بالطار. سيادة الله صادق، لو في طار بيني وبين رحيم كنت رجعته السجن من تاني يوم هو خرج فيه، ودي اسهل حاجة في الدنيا وسيادتك عارف. بس عموما المقدم محمود ظابط شاطر وربنا يوفقه. كل واحد بيخدم الوطن بطريقته. تأمرني بحاجة ساعتك؟ بعد سيادتك. تليفونك بيرن. ايه ده بابا؟ الو، ازيك يا داليا؟ وحشاني قوي. رنيم ازيك؟ الحمد لله. انتي ما جيتيش ليه؟ مش انتي وعدتيني ان انتي هتيجي؟ معلش كان عندي شغل، قلت اخلصه واجيلك. طب هتيجي امتى؟ خلاص هجيلك الويك اند ده، هنخرج سوا، اتفقنا؟ حلو، خلاص هستناكي. يلا سلام. باي. كويس والله ان رنيم خلتك تضحكي كده. ماما هو انت بتتضايقي لما رنيم تكلمني؟ طبعا لا يا حبيبي، دي مهما كان اختك الصغيره. بالعكس انا عايزاكي تاخدي بالك منها كويس، بعد لما انا اموت مالكيش غيرها. بعد شر عنك يا ماما، ما تقوليش كده. الموت مش شر يا حبيبتي، انا مستعده له في اي وقت.
انا بس نفسي اشوف ولادك بقى قبل ما اموت. تاني كلام في الموت، انا مش ناقصه. مالك بس يا حبيبتي؟ ما تحكي لي. حاجات كتير يا ماما، حاجات كتير. ايه يا ابني انت وهو ده؟ عبيط يا ابني انت وهو. خير، وصلت لحاجه جديده في ملف مسعد القتيل ولا ايه؟ ايوه يا باشا، سنه 2009 مسعد اتمسك في